وقول ورايا. اقول ايه؟ الشرط الاول هو تقسم يا ساتر بالولاء يا ساتر والانتماء ايه؟ والاخلاص ايه؟ والوفاء لتشجيع نادي الاهلي. مين وفاء وإخلاص دي؟ لا يا عم خليك معايا ما تضيعنيش ما تعصبنيش. تقسم تقول اقسم بالله اقسم بالله لا اشجع نادي الاهلي لا اشجع نادي الاهلي باي ظرف كان بأي ظرف كان وانتمي له وانت واحبه وارفع علم الاهلي فوق في كل مكان. ربنا يخليك. الحمد لله كسبنا نشجع. الأهلي ده حياتنا شفنا معاه المعجزات وتاريخه كله يحكي عن أغلى الإنجازات. عاوز مين؟ عايز مصري. انا مصري. مصري؟ مصري. انا عايز انضم لكتيبة نادي الاهلي. بس كده؟ انا لك يا باشا. هي واحدة. وراح فين يا عبد؟ مش عارف. وراح فين؟ وراح فين؟ اهو رجع تاني. رجع. امسك كده. ارجع خطوة لورا. وقول ورايا. اقول ايه؟ الشرط الاول هو تقسم يا ساتر بالولاء يا ساتر والانتماء ايه؟ والاخلاص والوفاء لتشجيع نادي الاهلي. مين وفاء وإخلاص دي؟ يخرب عقلك ده انت مسخره. لا يا عم خليك معايا ما تضيعنيش ما تعصبنيش. تقسم تقول اقسم بالله اقسم بالله لا اشجع نادي الاهلي لا اشجع نادي الاهلي باي ظرف كان بأي ظرف كان وانتمي له وانت واحبه وارفع علم الاهلي فوق في كل مكان. ربنا يخليك. الحمد لله كسبنا نشجع. يا ابن اللعيبه الواد ده كفاءه يا باشا. مين الواد ده؟ انا اهلاوي. تعالى تعالى روح يا عادل روح. اشهدوا عليا يا اهل مصر. اشهدي يا مصر. انا اهلاوي محب ومتيم ومدافعا عن ده الشعار. والله بحبكم بحبكم. يا رجاله يا رجاله تعالى تعالى يا رجاله. ده انا صيدت في كل مكان. عملوني بطيب. الجماعه حبوني. بيسموني ايه؟ ابو دم خفيف. ابو دم خفيف. ابو دم خفيف. انا مامتي بتقول لي انا مش دم خفيف. انتوا الوحيدين اللي قلتوا. مامتي بتقول لي انت تقيل دم. شكرا ليكوا. اسمعي يا ماما انا دمي خفيف. قالوا له ابو دم خفيف يا ماما. والله بحبكم ولي الشرف اكون من الكتيبه. اسمع يا محمود يا خطيب. قول. انا اهلاوي عايز عضويه في النادي. هحضر كل ماتش. والله. هذه رسالة إلى كابتن محمود الخطيب. اسمعني يا كابتن. أنا اليوم أعلنت انضمامي إلى كتيبة نادي الأهلي المصري زعيم إفريقيا. وخلاص أقسمت الولاء والانتماء للكيان. وعايز أقول حاجة. مع احترامي الشديد لا لاعب ولا مدرب حببني في هالنادي. والله جماهير الأهلي المصري الجمهور اللي ما شفت في حياتي نفسه. مع احترامي الشديد للجميع. وانتوا ارسلتوا رسالة ان النادي وجماهيره اكبر من اي لاعب واكبر من اي مدرب واكبر من اي مسؤول. الجمهور هو الرقم واحد. اللاعب ان جاه عقد من نادي ثاني
راح وخلاك. المدرب إن جاء عقد من نادي ثاني راح وخلاك. الجمهور هو الوفي، الجمهور هذا اللي يتوارث حب نادي الأهلي المصري. وأنا دلوقتي معاكم حوصي عيالي وعيال عيالي على هالنادي. والله مش لوحدك يا عادل، انت كمان مش لوحدك يا عادل، انا كمان يا عادل. مش لوحدك برضه يا عادل. مش انا معاكم برضه. كلنا لوحدكم، انا كمان معاكم. نأخذ من كل رجل قوي. اوعوا ادونا فرصه بقى. نأخذ من كل رجل لعيبه. احنا بنحب الاهلي يا عادل، احنا بنحب الاهلي يا عادل. واللي حببني في النادي قول ها قول ها، انا متكيف بصراحه. قول ها جمهور عظيم. انت شمال بتهز جبال، جاي من على صوت نرجع الابطال. استنى شمال بتهز جبال. جاي من على صوت نشجع الابطال. لا في واحدة تانية حلوة. ايه؟ ما تسمعونا حسوكم. ايه اللي عيارة عندكم؟ اسمعوا يا جماهير الاهلي المصري. ما تسمعونا حسكم. ايه اللي حصل عندكم؟ دي ما حبيتهاش. دي كانت فينا يا عادل، كانت فينا. كانت فينا. والمشكله يا عادل هم كانوا بيشاوروا كده ليه؟ بيطالعني واحد مصري بيقول لي ما بتسمعونا حسوكم. ايه اللي جرى عندكم؟ والله واحد مصري يطالعني يقول لي حسوكم. وانا طالع فيه كده. ايه في ايه مالك؟ ايه مالك؟ بس شوف، الشهرة في مصر صعبة قوي جدا. 100 مليون يا عادل. الجمهور المصري إن حبك خلاك نار على علم، بالضبط. وإن ما بلعكش الله يكون في عونك. الله يكون في عونك. الله يرحمك. الله يرحمك يا راجل. ايه ده حبيبي الحمد لله على المحبة. والله أنا شايف فيديوهاتي في كل مكان، في تويتر يعني الكومنتات حتى كومنتات. والله شوف والله الكومنتات. عندي فيديوهات في التيك توك يا رجل في يوم 90,000 إضافة كلها مصريين. والله تشريف.